صباح الخير. امال ماما فين؟ ماما موجوده. جاهزين؟ كله جاهز؟ جاهزين يا سيستر. طب يلا نقلوها بالراحه على الترولي. ايه ده؟ انتوا عايزين ندخل اعمل العمليه من غير ما اشوف امي؟ ما هو مامة حضرتك ماما مالها؟ لازم اشوفها. ما هو انا مع سيادتك اهو يا استاذ وفاء. لا، وانت هتغنيني عن اني اشوف امي؟ مش قصدي. يبقى خلاص، عايزه اشوف ماما، عايزه ماما معايا. هي حالتها صعبه شويه عشان انتي داخله اوضه العمليات، فبلاش نضايقها. ما اقدرش ادخل من غير ما اشوفها. ارجوكي اعملي معروف، عايزه ماما. حاضر هتصرف، بس ما تنفعليش كده. الحقنا يا دكتور، مش راضيه تدخل الا لما تشوف مامتها. هو ده اللي ما كناش عاملين حسابه. مامتها في نفس الوقت بنحضرها للعمليه، وطبعا لابسه لبس اوضه العمليات، ولو الست وفاء شافتها في وضعها ده هتعرف. طيب معلش. شوف يا ستي، احنا نتعب شويه ونرتبها ترتيب كويس. لبسي كوثر هانم لبسها العادي وخليها معاها شويه، وبعدين لما تدخل وفاء اوضه العمليات تكون انت جهزتي والدتها مع حقنه البنج وتدخلي كوثر هانم. احفظي النظام ده كويس قوي يا سيستر، لان اي خطا ممكن وفاء ترفض تعمل العمليه نهائيا. خدي بالك كويس. انا فاهمه يا فندم كل حاجه. طب وبعد العمليه؟ بعد العمليه حلال، المهم ربنا يوفقنا وننجح. ماما حبيبتي، معقوله يا ماما؟ معقوله ما اشوفكيش قبل ما ادخل اوضه العمليات؟ اللي حشني عنك الشديد يا حبيبتي. كوثر هانم، ماما انا عايزاكي تمسكي نفسك كويس قوي. مش ده اليوم اللي احنا كنا مستنيينه وفارغ الصبر يا ماما؟ اعمل العمليه وان شاء الله هقوم بالسلامه، ونرجع بقى نهيص وننبسط مع بعض زي الاول، مش كده؟ ان شاء الله. متهيألي بقى نروح اوضه العمليات. كنت عايزه تحرميني من اني اشوفك. انت عارفه يا ماما حبيبتي، انا مش هزعل لو مت في العمليه، لان اخر حاجه شفتها في حياتي ماما حبيبتي، اغلى شيء عندي في الدنيا. بعد الشر عليك يا حبيبتي، ان شاء الله انا. وبعدين بقى مش هينفع كده. يلا حبيبتي يلا. جيب العواقب سليمه يا رب. فاضل لهم كتير يا ست. العلم عند الله. ده بقى لهم اكتر من 6 ساعات جوه. عمليات صعبة. جيب العواقب سليمه يا رب. المستشفى كلها بتتكلم على الحكاية دي. البنت وأمها في أوضة عمليات واحدة. ايوه، البنت وامها. حكمتك يا رب. هي الاوضه اتفتحت ولا انا بتهيألي؟ اتفتحت يا عم عارف، اتفتحت. خير يا دكتور، خير. الحمد لله. مبروك. يا من انت كريم يا رب. الحمد لله على السلامة يا حبيبتي. الله يسلمك يا ماما. برضو مش عايزه تقولي لي انت ليه نايمه على السرير؟ أبدا يا حبيبتي، شوية تعب بس. الله يكون في عونك. اعصابك تعبت قوي يا ماما، بس المفروض بقى تحمدي ربنا وتبقي كويسه. يا حبيبتي ما أنا كويسة. طب قولي لي بقى ايه حكايه المحاليل دي؟ ده انت بتاخدي محاليل زي بالظبط. والأدوية كمان زيك، مش إحنا زي بعض في كل حاجة يا ماما؟ لا يا ماما بجد، في ايه؟ في حاجه مخبيها يا عليا؟ حبيبتي بقولك ما فيش حاجة، أنا كويسة أهو. صباح الخير. صباح النور يا دكتور. انا نمت نوم عميق، خدتها 12 ساعه نوم بعد ما اطمنت على العمليه. قولوا لي بس ازيكم دلوقتي؟ انا الحمد لله حاسه اني كويسه قوي. ميرسي يا دكتور، انا تعبتك معايا قوي. بيني وبينك تعبتيني قوي قوي قوي، انما زي بعضه بعد الواحد ما نام وصحي نسي التعب كله. على فكره يا وفاء، انت فكرتيني بامتحان الثانويه العامه. كل ما يبقى عندي عمليه دقيقه احس ان انا بمتحن في الثانويه العامه. اشمعنى الثانويه العامه مش عارف. علشان بيبقى حواليها اهتمام زياده. قولي لي انت ازيك؟ الحمد لله كويسه. الحمد لله. ماما يا دكتور مش راضيه تقولي مالها. فتحت عينيا لقيتها نايمه على السرير اللي جنبي، ومش راضيه برضو تقولي مالها. مامتك يا ستي هي اللي ادتك الكليه بتاعتها. ايه دكتور؟ ما هي لازم تعرف يا كوثر هانم، اولا لازم نغير لك على الجرح زي ما بنغير لها، ثانيا لازم تمر بمراحل علاجيه، ثالثا مصيرها كده ولا كده هتعرف. ليه كده يا ماما؟ ليه كده؟ هي كلية تغلى عليك يا حبيبتي. انا لو كنت اعرف كده ما كنتش وافقت ابدا. ده معقول يا ماما؟ معقول؟ المفروض بعد نجاح العمليه ده يفرحك ما يزعلكيش، لان انا عمري في حياتي ما شفت حب بين ام وبنتها زي اللي شفته يا وفاء. شيء عظيم. انا اهنيك يا وفاء على الست والدتك. ده انت تهنيني انا يا دكتور على بنتي، ده انا ما جيش فيها حاجه. كلام ايه ده يا ماما؟ دي عامله تعمليها تضحي بنفسك وبصحتك. على كل حال ما دام الام بالمواصفات دي ضروري البنت تبقى زي امها.
في الفلاحين مثل بيقول اكفي القدره مش ايه يا كوثر هانم. امها تدفع ايوه البنت بامها. ما تاخدنيش في دوكة. ليه عملت كده يا دكتور؟ قدام سيمفونيه الحب العظيمه دي بين بنت وامها ما اقدرش ارفض يا وفاء. اوعى تفتكر ان احنا بنخف بالعمليات ولا بالادويه وبس، لا، احنا بنخف بالمشاعر الانسانيه يا وفاء. يا حبيبتي يا ماما، يا حبيبتي، ربنا يقومك بالسلامه يا حبيبتي. وما هرمنيش منك ابدا يا ماما. ما تتحركيش يا حبيبتي. انت يا ماما اللي ما تتحركيش، خلي بالك على نفسك. كلي معايا يا اختي، اكل ملكي اخر طعامه. تعيشي. يا ست حسنيه كلي، هو انا هاكل كل ده؟ محشي معمول بالسمن البلدي، اختي تطبخ حلو قوي. يلا يلا بسم الله. الا قولي لي يا اختي، نعم. انت يعني لا مؤاخذه ما بيجيش حد يزورك؟ النهارده موسم واهل المساجين كلهم جولهم وانا ما شفتلكيش حد. انت ليه عايزه تفكريني باللي فات؟ انت يا اختي مش بتقولي عندك 11 عيل؟ زمانهم دلوقتي ما شاء الله كبروا. ايه هو انت مش معرفاهم ولا ايه؟ عيالي كانوا صغيرين وما يعرفوش حاجه، ما كانش معاهم حد كبير يعرفوا وما يعرفوش، الله اعلم راحوا فين جم منين، الله اعلم عايشين ولا مش عايشين، الله اعلم. بس انا ما كانش قصدي ازعلك، بس انا مش زعلانه. طب ما تبعت لهم يا اختي، سنين طويله فاتت واجيبهم يعرفوا امهم فين. هبعت لهم مين يا بنتي يا ابتسام؟ هبعت لهم مين؟ سيبيني في حالي وحياة ابوك، انا عارفه حصل لهم ايه. طب قولي يا رب. هو انا ليا غيره؟ ما عندكيش فكره يا ماما ناس اسر ازاي، الظاهر من العائلات اللي بتصر على الاحتفاظ بقيمهم واخلاقياتهم العظيمه. ياه، انت يا ابني بقيت بتتكلم على كوثر هانم وبنتها اكتر من اي حاجة تانية. الحقيقه انا معجب بيهم جدا يا ماما. ما هو يا ابني الاصيل ينجذب للاصلة. انت عارف والدك الله يرحمه كان اهم حاجة عنده انك مش بس تفخر بحسبك ونسبك، انما يحصنك بقيم واخلاقيات تحميك من كل مكروه. والله يا ماما مش عايز اقول ان التربيه دي كانت سلاح ذو حدين. ها؟ ازاي يا ابني؟ انا في اول حياتي العمليه اتصدمت كتير من ناس كتير، كان عندي مثل وخلق معينين بعامل الناس على اساسهم، وافاجئ منهم بالنكران والخديعه، واحيانا كان في ناس بتسخر من قيمي ومثلي. كنت احيانا بحس ان كان لازم يكون عندي شويه لف ودوران عشان اقدر اواجه بعض الناس بنفس اسلوبهم. لا، مش دي اخلاقك يا ابني. فعلا يا ماما، اكتشفت مع الوقت انه لا يصح الا الصحيح، وصبرت وتحملت لحد ما قدرت اقنع كل اللي حواليا ان اسلوبي هو الصح. اوه انت عطلتيني يا ماما. الشاي ما كملتوش. يا اما كنت اشرب الشاي يا اما كنت اكلمك. الله يكون في عونها، هتقعد معاك امتى؟ اهي الدكاتره كلها كده. صباح الخير. اهلا يا دكتور. لا 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 الحمد لله، انا شايفك بقيتي عال العال. البركه في حضرتك. يا ستي انا ما عملتش حاجه. ليه التواضع ده يا دكتور؟ تتصور بقى ان انا ما كنتش عارفه انك من اكبر الدكاتره اللي في مصر. يا ستي انت مش جراح شاطر وبس، ده انت بتعالج عيانينك بوضعهم في ظروف نفسيه عظيمه لدرجه ان لا. بلاش. لدرجه ايه؟ الله 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 الله، انت بتخبي على الدكتور بتاعك ولا ايه؟ لا، لدرجه انك لما بتتاخر على العيان او العيانه بتاعتك بيبقوا مشتاقين لدخولك عليهم. كل العيانين؟ طبعا كل العيانين. انت ما سالتش على ماما ليه؟ يا ستي انا شفتها في الجنينه تحت. قولي لي انت ما زلتيش تتمشي معاها ليه؟ عشان انا مستنيه الدكتور بتاعي يجي يبص عليها الاول. ده كلام جميل. دكتور، نعم احنا جاهزين يا دكتور. انا جاي حالا. اوعى تنسى حاجه يا عارف. انسى ازاي يا استهانم؟ كل شيء شايله تمام التمام في الشنط، ونظفت البيت يا عارف، وعملنا زواق كمان. يا ايه ده كله ايه ده كله. الله، مش هتنوروا بيتكم استهانم؟ الحمد لله انها قامت بالسلامه. يلا يلا يا حبيبتي. هنمشي خلاص يا ماما؟ ايوه يا حبيبتي، ودفعنا الحساب وكل حاجتنا لميناها. طيب يا ماما. ايه ماما؟ انت مستنيه حاجه يا حبيبتي؟ لا لا ابدا. اهلا يا دكتور يحيى. كويس ان انا لحقتكم. احنا سعداء اننا شفنا حضرتك قبل ما نمشي من المستشفى. كوثر هانم. نعم. انا طالب القرب منك. يشرفني اني اناسبك وان وفاء تبقى مراتي. الحقيقه دي مفاجاه. ارجو انها تكون مفاجاه ساره. بكل تاكيد يا دكتور، انت راجل عظيم واحنا لا يمكن ننسى افضالك. افضلي ايه؟ العفو العفو يا كوثر هانم، انا اديت واجبي لا اكثر ولا اقل. ها قلتي ايه؟
والله يا ابني مادام انتم متفقين خلاص ده يوم المنى. مين ومين اللي متفقين؟ حضرتك ووفاء. ماما. يا فندم انا ما اتفقتش مع وفاء، هي اول مره تسمع مني الكلام ده. صحيح. ها؟ غريبة قوي. انت طالبها من غير ما تاخد وتدي معاها، من غير ما يبقى في بينكم حوار في الحدود دي. يا ستي هي اول مره تعرف. انا رايي يا كوثر هانم اني ادخل البيت من بابه، ده الاسلوب اللي افضله، وانت حضرتك هتساليها يا توافق يا ترفض، الباقي كله بقى يجي بعدين. شيء عظيم. ادي الجمال وادي الجمال. ايه رايك يا حبيبتي؟ ده كلام يا ماما. حبيبتي مال وشك احمر كده يا يا روحي. كوثر هانم، يا كوثر هانم، السؤال يبقى بينها وبين حضرتك. عندك حق. انتوا جايين العياده بعد يومين عشان اطمن اطمئنان نهائي، يوميها هسمع الرد. على فكره لو وفاء رفضت ده مش هيمنع اني اكمل العلاج. يا دكتور احنا ما نلاقيش احسن منك. لا من فضلك يا كوثر هانم، ده تاثير غير مباشر على وفاء اللي مش عايزه تنطق ولا بكلمه. عن اذنك يا دكتور، نشوفك بخير. نورت بيتك يا كوثر هانم، نورت بيتك يا وفاء هانم. ميرسي يا عارف. ميرسي يا عم عارف. يا سلام يا سلام، اخيرا رجعت لبيتي ولقطتي اللي بحبها يا ماما. ربنا يسعدك يا وفاء يا بنتي ويديك الصحه يا رب. ولو اني كنت اتمنى ان صحتي دي وسعادتي ما كانش على حسابك انت. كلام ايه ده؟ انا مش عايزين نتكلم في الموضوع ده تاني. قولي لي بقى ايه رايك بقى في صينيه بطاطس في الفرن يعملوها لنا على الغدا؟ ايه ده بقى، احنا هنديها من اولها كده؟ نغير بقى شويه لحسن زهقنا من اكل المستشفى. او النبي حق يا ماما، ده احنا بقالنا شهرين واكتر. عايزين ننسى بقى الكلام ده ونعيش ونضحك وننبسط. كلية حضرتك قمر، تصدقي بتزغزغني يا بلافه. يا لذيذه انت. قول لهم يا عارف يعملوا لنا صينيه البطاطس. حاضر يا فندم. ربنا يفرحك يا بنتي كمان وكمان. ما تقولي لي بقى. اقول ايه؟ انت مش عايزه تقولي لي حاجه؟ سلامتك يا حبيبتي. سلامتي ازاي؟ لا في موضوع مهم انت عايزه تكلميني فيه، انا عارفه كده. صحيح. موضوع الدكتور يحيى. صحيح، هو في غيره؟ ده احنا طول ما احنا قاعدين في العربيه اقول اهي دلوقتي هتتكلم، ما بتتكلميش. دخلنا البيت اقول هتتكلم دلوقتي، ما بتتكلميش. ما تقولي بقى يا ست ماما وتخلصيني ساكته ليه؟ يا بنتي هو انت مدياني فرصه؟ يلا اديني اديتك الفرصه اهو. قولي اتكلمي. مستنيه اهو، قولي. طب ما انت عارفه الموضوع، انت اللي تقولي لي. اقول ايه يا ماما؟ اقول ايه؟ ده انا في منتهى السعاده، ده انا عمري ما كنت اتمنى اتجوز احسن منه. بحس انه راجل كويس قوي، شهم، كل تصرفاته بتقول انه ابن ناس طيبين وكويسين. بالظبط يا بنتي، وده رايي. يبقى خلاص، يبقى احنا مش موافقين وبس، ده احنا مرحبين اشد الترحيب، بل بالعكس ترحيب مهول. لا حيلك بقى. ايه في ايه يا ماما؟ لا ما هو انت كمان لقطه جوهره بمعنى الكلمه. انت وفاء هانم على سن ورمح. راي حضرتك ده راي غير محايد، ومع ذلك كفايه ابقى بنتك علشان ابقى لقطه. على خيرة الله يا حبيبتي. عايزين بقى نفرح ونرجع زي زمان نزيط ان شاء الله يا ماما، وربنا ما يجيبش حاجه وحشه ابدا يا رب. طب ايه رايك ما نعزمه بكره على الغدا؟ لا ونعزمه بكره ليه؟ ما يجي ياكل معانا النهارده صينيه البطاطس. وده معقول؟ ده يقول علينا مدلوقين عليه. يا ماما الحاجات دي بطلت، وبعدين ده خلاص هيبقى واحد مننا. ايوه يا بنتي، بس عاده اسره العروسه بتكتك على اساس انه تكتك ايه يا امي؟ التكتيكات دي في الحروب، لكن في علاقات الناس الحلوه ما فيهاش تكتكه. ده تلاقيه هيموت علشان نقول له كلمه حلوه. احنا مش بس هنديله كلمه حلوه، لا احنا كمان هناكله اكله حلوه ويسقط خلاص يسقط النشا وحاشه البطاطس. القهوه يا فندم. متشكر يا عم عارف. ميرسي يا عم عارف، متشكرين قوي. وفاء، نعم. اوعي تقولي لي ان البطاطس دي انت اللي طبخاها. لا ده انا اطبخ احسن منها بكتير قوي كمان. صحيح؟ طبعا صحيح، مع اني نشأت في اسره عندها شغالين كتير، لكن دايما كانت وجهة نظر ماما اني لازم اعمل كل حاجه بنفسي عشان بقى ما اتحطش تحت رحمه حد. يعني في حد ممكن يشتغل اوكي كان بها، ما فيش يبقى انا اعمل كل حاجه بنفسي. عظيم. صدقي كل تفكيري ونظرياتي عنكم بتتحقق تمام، الأصالة والمعاصرة وبدون افتعال. تضحكي على ايه؟ علشان لسه قبل ما نعزمك كنا بنقول يسقط النشا. قولي لي بقى. لا قول لي انت الاول. نعم. بص بقى، انا مش عايزه اخبي عليك حاجه، انا عامله عمليه وشايله الكلى، واديني قلت لك اهو علشان ما تقولش بقى ان احنا غشناك، وهجيب لك شهاده من الدكتور يحيى. يا دكتور يحيى. يا ستي احنا مش عايزين شهاده من دكاتره، ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. احنا عايزين شهاده من مأذون. بسرعه كده؟ مش بسرعه ليه؟ والله بقى المسائل دي من اختصاص الماموات يا ستي احنا نتفق وهم يمضوا. تمام يا فندم،
البيه المأمور بعت لحضرتك الحالة دي. طيب روح انت دلوقتي يا شاويش. تعالي يا ست، اسمك ايه؟ كل اللي في الاسم عارفين اسمي يا حضرة الحكيمة. حكيمة؟ حكيمة ايه يا ست انت؟ انا مش أصل أنا متعورة في دراعي، قلت كتر خير البيه المأمور بعت الحالة بتاعتي للست الحكيمة. انا مش حكيمة. اسمك ايه؟ طب اتعرف الأول بحضرتك. مالكيش دعوة بيا. ماليش دعوة ازاي؟ أهلي قالوا لي ما تتكلميش مع حد ما تعرفيهوش. اللهم طولك يا روح يا ستي، انا ظابط هنا. ظابط؟ ده انا بكدب عيني، شايفه حضرتك لابسه لبس زي لبس الضباط وحتى نجوم زيهم، كدبتهم وحياه. اسمك ايه؟ خلصيني. محسوبتك دريه الشرنوب. ايه مشكلتك؟ ابدا يا ست الظابط، جوزي بيضربني في الداخله وفي الخارجه، وانا عامله له لحد دلوقتي 9 محاضر، وان شاء الله هفضل وراه لما احبسه. عندك ولاد منه؟ 3 غير بنت صغيره على كتفي مش محسوبه. في الدنيا حد يحبس ابو عياله؟ هعمل له ايه يا ست؟ بيضربني. بيضربك كده من الباب للطاق؟ راجل خلقي، اعمل له ايه؟ جوزك بيشتغل ايه؟ اهواج يا ست هانم، بيشتغل من 6 الصبح للساعه 6 المغرب. يعني واقف على رجليه طول النهار، تعبان وشقيان علشان يجيب لكم لقمه العيش. ده بيتأمر عليه من ناحية وده بيتخلى عليه من ناحية. المفروض بقى لما يرجع بيته لازم يلاقي مراته مستنياه محضره له شوية مية سخنين عشان رجليه، تقول له كلمتين حنينين كويسين. الكلام ده باطل، هو انا جارية؟ هو انت لما تحطي شوية مية سخنة لجوزك مع كلمتين حلوين تبقي جارية عنده؟ بيقولوا كده. هما مين دول اللي بيقولوا كده؟ الجيران. وهو بقى لما بيشتغل طول النهار والليل علشانك انت وعيالك يبقى بيشتغل خدام عندك؟ لا. خلاص اهي دي زي دي. يلا روحي ما تسمعيش كلام حد، واعملي اللي كانت والدتك بتعمله لوالدك. بس ابويا كان طيب وامين. جربي اللي بتعمله امك، هتلاقي جوزك اطيب من ابوكي. احنا يا ستات لازم نبقى اهدى ونبقى حنينين، ساعتها عمره ما هيمد ايده عليكي. وادي انت جربتي المحاضر ما جابتش فايده، جربي بقى اللي انا بقولك عليه ده، وانا مستنياكي الاسبوع الجاي. يلا روحي دلوقتي. والنبي كلامك حلو، اجربها يا ست الظابط. ايه رايك بقى يا امي؟ الحقيقة يا يحيى يا ابني، مع انك وصفتهم وصف عظيم وشكرت فيهم قوي، الا انهم احسن من كل الاوصاف. ميرسي يا هانم، ميرسي جدا. لا ده احنا اللي شاكرين لربنا ان ابني صام وفطر على حاجة عظيمة. ما خبيش عليك يا كوثر هانم، احنا كان يهمنا في الدرجة الاولى نناسب ناس من اسرة عريقة اصيلة، بيت محترم ما يعرفش العيبة. ده كان هدف ابني وهدف اسرتنا كلنا، والحمد لله اتحقق، وربنا يتمم على خير. يا هانم احنا يشرفنا اننا نناسب اكبر عيله متاصله. لا ايه الحكايه يا طنط؟ انتوا هتفضلوا كده تتبادلوا الكلام الرسمي ولا ايه؟ ربنا يتمم بخير يا رب. ومن حيث التفاصيل احنا مش هنختلف، اي طلبات احنا هننفذها. طلبات ايه يا طنط؟ احنا ملناش طلبات بالمره. طبعا ملناش طلبات، كفايه اننا هنتشرف بيكم. العفو يا هانم. شايف يا يحيى، اهي دي الجوازه المشرفه بصحيح. بس انا يعني ليا طلب بسيط، ما افتكرش ان الدكتور يحيى هيرفضه. امور يا كوثر هانم. انت طبعا عارف اني انا وحيده، وطبعا ما اقدرش استغنى لحظه واحده عن بنتي، فانا ارجو انك تقعدوا معايا هنا، وفي نفس الوقت تاكد اني مش هتحس بوجودي